السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم في قناة العبقري للرياضيات مع المهندس عبد الله الجبالي. إن شاء الله النهاردة موعدنا مع حل محافظة القاهرة في فرع الجبر. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. العدد غير النسبي المحصور بين الاثنين والثلاثة هو؟ السؤال ده مشهور في الامتحانات يا شباب وبيتكرر كتير، يقول لك يسألك على عدد غير نسبي محصور بين عددين صحيحين متتاليين. تعال افهمك السؤال ده بيتحل ازاي عشان لما يجي لك بعد كده ما تغلطش فيه تاني. لما يديك عدد مثلا اتنين وتلاتة والعددين دول متتاليين وعايز عدد بينهم يكون غير نسبي، احنا عارفين ان بين كل عددين متتاليين صحيحين في يوجد عدد غير نسبي او اعداد غير نسبية. طيب عشان اجيبه بسهولة ربع الاتنين دي، هروح مربع الاتنين واربع التلاتة. الاتنين تربيع بأربعة والتلاتة تربيع بتسعة. ابدأ شوف رقم محصور بين الأربعة والتسعة وحط عليه جذر. يبقى الأربعة بعدها خمسة وبعدها ستة وبعدها سبعة وبعدها التمانية وبعدين مين؟ التسعة. يبقى من هنا تاني كمان مرة بربع الاتنين طلعت بكام؟ بأربعة، واربع التلاتة بتسعة واشوف الأعداد المحصورة بينهم هي خمسة وستة وسبعة وتمانية والباقي كده تسعة. خد أي رقم ما بين الأربعة والتسعة دول وحط عليه جذر. طيب تعال نشوف الاختيارات، هل جذر تلاتة موجود بينهم؟ لا. طب جذر سالب واحد؟ طب جذر سبعة؟ جذر سبعة يا مستر موجود، يبقى أنا هختار الاختيار الصحيح بتاعي هو جذر سبعة. طب اتنين ونص ده عدد نسبي أصلا فما ينفعش أختاره. السؤال التاني: مجموعة حل المتباينة سالب س أصغر من الاتنين في ح. بيقول لي عايز مجموعة حل المتباينة، أقول له بسيطة. أول حاجة قلت لك قبل كده لما تشوف سالب مع المتباينة تقسم عليه، وإن قسمت على سالب بتغير علامة التباين. يعني السؤال التاني لو عندك سالب س أقل من الاتنين أقول له بالقسمة على سالب واحد. لما أقسم على سالب واحد في الطرف اليمين وأقسم على السالب واحد في الطرف الشمال، السالب هيترمي على السالب فيتفضل لي السين، العلامة اللي أصغر من تبقى أكبر من -2. يبقى أنا كده وصلت إن المتباينة س أكبر من -2. خلاص أنا عايز أكتبها في شكل فترة. قلنا لو س أكبر من رقم يبقى أكيد راح للما لا نهاية. خلاص يبقى من -2 للما لا نهاية. نيجي بعد كده لأقواس الفترات. قلنا لو مفيش يساوي يبقى في الحالة دي بافتح الرقم. طب دايمًا الما لا نهاية مفتوحة، يبقى الحل الصحيح بتاعي من -2 لما لا نهاية. دي الإجابة الصحيحة، هو الاختيار ج. السؤال 3: مكعب حجمه 64 سنتيمتر مكعب. لما يديك مكعب يقول لك حجمه، يبقى أنا في الحالة دي هاستخدم قانون الحجم. عايز مساحته الجانبية. طيب تعالَ أمّا أثبّت لك شوية معلومات بسيطة كده عشان تسهل عليك الحل في أي سؤال من أسئلة التطبيقات. لو جالك أي شكل هندسي وذكر لك محيط أو حجم أو مساحة، ففي الحالة دي أنا باكتب القانون بتاعه على طول. أنا عارف إن حجم المكعب هو ل أس 3 واكتب القيمة اللي ادّاها لي في المسألة، اللي هي بالنسبة لي كام؟ 64. يبقى أنا عملت إيه تاني؟ قُلت المكعب حجمه، كتبت الحجم لام تكعيب، بيساوي 64 ساويتها بال64. طيب أبدأ أجيب من هنا، عايز أحصل على لام، معايا لام تكعيب بتساوي 64. خلاص هتاخد الجذر التكعيبي، يبقى من هنا لام هتساوي جذر ال64 4. يبقى أنا كده معايا طول الحرف. طيب يا مستر ده طالب مني إيه؟ طالب مني المساحة الجانبية. كلنا شطار وعارفين بنعرف نجيب المساحة الجانبية. المساحة الجانبية دي بتساوي 4 من مساحة وجه واحد اللي هو لام تربيع. نروح نعوّض، أنا جبت اللام أصلًا ب4 يبقى 4 في 4 أس 2 يعني 4 في 16 فتساوي 64. وبكده قدرت أجيب سنتيمتر مربع، قدرت أجيب المساحة الجانبية. يبقى رقم 1 لو ادّاك قانون ما ادّاكش طول حرف على طول، باكتب القانون اللي هيدّيه لي وأعوّض بالرقم وأوصل لطول الحرف اللي هو لام، وبعد كده أشوف هو عايز مساحة جانبية والّا المساحة الكلية والّا مساحة وجه واحد، وأبدأ أعوّض في قانونها وأجيب القيمة بتاعتها. يبقى الاختيار الصحيح عندنا
64. السؤال رقم 4 يقول لك العلاقة 2 س زائد 7 ص يساوي 14 يمثلها مستقيم يقطع محور السينات. لو ذكر لك محور فيهم في نقطة يبقى على طول عوض عن المحور التاني بصفر. يعني إيه يا مستر مش فاهم؟ يعني لو هو عايز نقطة تقاطع مع محور السينات يبقى لازم إن الصاد على طول تساوي صفر عشان تساعد نفسك الموضوع. المحور اللي هيذكره على طول تعوض بالتاني بصفر. طب جميل، تعالى نعوض في المعادلة أو قال لي المعادلة بتاعتك هي عبارة عن 2 س زائد 7 ص يساوي 14. روح شيل الصاد وعوض عنها بصفر زي ما اتفقنا مع بعض. طيب لما أعوض عن السبعة بصفر يبقى اتفضل لك 2 س زائد 7 في صفر يساوي 14. طبعا 7 في صفر راح، هيتفضل لك الاتنين س تساوي 14. لو عايز السين فأنا المفروض أقسم على معامل السين في الطرفين، فالاتنين راحت مع الاتنين يبقى السين تساوي كام؟ 7. يبقى الاختيار الصحيح بتاعي هو 7. طب ما هي لسه قايل لك إن الصاد بكام؟ بصفر، يبقى النقطة بتاعتك 7 وصفر، يبقى الاختيار الصحيح هو ج. السؤال 5 الوسيط للقيم 34 23 25 40 22 4. طيب اتفقنا ان انا وانا جاي اجيب الوسيط اول خطوه لو هي مفردات عاديه زي كده ان انا برتب يا اما تصاعدي يا اما تنازلي. طيب ناخد القيم نرتبها مع بعض وبعدين نشوف هنجيب الوسيط ازاي. طيب تعال نتفق هنرتبها تصاعدي ولا تنازلي. طيب تعال نرتبها تصاعدي. الاربعه اصغر حاجه، بعد كده عندنا هنا لو خدت بالك ال 22، بعدين بعد ال 22 في 23، بعد ال 23 في 25، بعد ال 25 هناخد ال 34، بعد ال 34 هناخد ال 40. تعال نعد كده عشان لو كنا ناسيين قيمة: 1 2 3 4 5 6. كده انت رتبتهم تصاعدي من الصغير للكبير. طيب لو القيم عندك عددها زوجي فانا المفروض باخد القيمتين اللي في النص بجمعهم واقسمهم على الاتنين. ليه؟ لان القيمه اللي في الحرف دي هتتلاشى مع دي ودي هتتلاشى مع دي، فيتفضل لك قيمتين اتنين. فعشان اجيب الوسيط ففي الحاله دي هجمع الحدين اللي في النص واقسمهم على الاتنين. 23 و25 دول 48، يبقى الوسيط هيساوي 48 على الاتنين يعني فيها ال 24. يبقى أنا كده قدرت أجيب قيمة الوسيط هي كام؟ 24. لو حد رتب برضه تنازلي هيديك نفس الحدين في النص هنجمعهم ونقسمهم على الاتنين. طيب يا مستر لو افترضنا إن عدد الحدود عدد فردي يعني عددهم فردي، يعني لو كان 1 و3 و5 و7 و9، فلو طيرت الواحد مع التسعة والتلاتة مع السبعة يتفضل لك مين بس؟ الخمسة. يبقى أنا كده الوسيط بالنسبة لي الخمسة. تمام جدا. السؤال رقم 6 المعكوس الضربي للعدد جذر التلاتة على الستة هو. عشان أجيب المعكوس الضربي اتفقنا إن أنا بقلب الكسر، يبقى المعكوس الضربي السؤال رقم 6 أقول له المعكوس الضربي هو 6 على جذر 3. طيب تعال نشوف الاختيارات. 6 على جذر 3 مش موجودة عندك أصلا. خلاص اتفقنا برضو مع بعض قبل كده إن أنا لو مديني الاختيارات بتاعتي الناتج بتاعي مش موجود في الاختيارات فأنا محتاج أبسط الجذر. عشان أبسط الجذر ده فأنا هضرب في المرافق بتاعه اللي هو الجذر 3 والجذر 3 في البسط وفين؟ وفي المقام. طيب تعال نضرب مع بعض كده. 6 في جذر 3 دي 6 جذر 3، وجذر 3 في جذر 3 دي تساوي 3 لأن 3 في 3 ب9 وجذر التسعة 3. لو جيت اختصرت على التلاتة فيها الواحد على التلاتة فيها الاتنين فيتفضل لك 2 جذر 3 ودي القيمة بتاعتي، واختار الاختيار ج هو الصحيح. طيب أقول لك طريقة أسهل بكتير. على الآلة الحاسبة على طول ممكن تدخل 6 على جذر 3 هتديك دي على طول في خطوة مباشرة.
طبعًا السؤال ده أغلبيته بييجي فين؟ في الاختيارات. تمام يا شباب، أتمنى تكون الدنيا واضحة وكل حاجة مفهومة بالنسبة لكم. ولو في أي حاجة بالنسبة لك مش مفهومة تقدر تكتب لي تحت في الكومنتات وإن شاء الله أقدر أفيدك، ولو عندك أي سؤال واقف معاك تقدر برضه تسيبه لي تحت في الكومنتات وإن شاء الله أقدر أفيدك فيه. طيب السؤال رقم 2 أكمل مكان النقط. الفترة 3 و4 فرق المجموعة 3 و5. قُلنا قبل كده الفرق يعني اللي موجود في المجموعة الأولى ومش موجود في المجموعة التانية. يعني بالنسبة لي اللي المجموعة الأولى بتتميز بيه، إيه اللي موجود عندها ومش موجود عند التانية. لو افترضنا إن دي س، دي س ودي ص. إيه اللي موجود عند س ومش موجود عند ص؟ تعالَ أمّا أقول لك، ال3 موجودة هنا وهنا، يبقى مش هينفع ناخدها معانا. طيب ال4 موجودة عند الس ومش موجودة عند الصاد، يبقى في الحالة دي أقدر أقول ال3 أنا مش هاخدها، وعشان ما آخدهاش فأنا هاعمل إيه؟ هافتح لها. طب ال4 موجودة هناك؟ لأ مش موجودة هناك، فهاخدها معايا وأقفل الفترة. يبقى كده معناها إن الفترة 3 و4 فرق المجموعة 3 و5 هي 3 و4 بس ال3 مالها؟ مفتوحة. أتمنى تكون مفهومة يا شباب. تعالَ أمّا أوضّحها لك أكتر عشان لو حد بالنسبة له الفرق حاجة صعبة. حاول تفِك الفترة دي بس بأرقام صحيحة، 3 و4 و5. عملت لك نظام مجموعة. فرق المجموعة التانية 3 و5. لو خدت بالك ال3 موجودة هنا وهنا، بس ال4 بتاعتك ده الفترة الأولى 3، 4 بس. ال4 موجودة هنا ومش موجودة هنا. طب أنا عشان آخدها معايا يا مستر ال4 دي هي كده، كده أصلًا في وسط الرقمين، فأنا ال3 اللي أنا هنا وهنا فأنا هافتحها. طب ال4 كده، كده موجودة عندي ومش موجودة في التانية، فأنا هاخدها معايا يبقى ال4 مالها؟ مُغلقة. السؤال التاني جذر 9 زائد 16 يساوي 3. اوعى يضحك عليك هنا، سؤال بيحب يضحك على الطلبة بيه كتير جدًا. المفروض إن أنا باجيب قيمة اللي تحت الجذر كله، 9 زائد 16 أقول له جذر 9 زائد 16 دي 25. معذرةً. طيب جذر ال25 دي كام؟ 5. هو قال لي بقى إن جذر 9 زائد 16 دي بتساوي 3. هي ال5 دي المفروض هو كان مديها لي 3 زائد كام؟ يبقى ال5 3 زائد 2 أقدر أقول له هنا تساوي 2. طبعًا الغلطة اللي الناس بتقع فيها هنا إن يقول لي جذر ال9 3 وجذر ال16 4 ودي غلطة شائعة جدًا. جميل. السؤال رقم 3 ملحوظة عارفينها كلنا، ميل المستقيم الموازي لمحور الصادات. هو عايز يجيب ميل المستقيم. هو ميل المستقيم الموازي لمحور الصادات قلنا عليه قبل كده إيه؟ غير مُعرّف. يعني مقامه يساوي 0. أنا عايز بس منّك كلمة غير مُعرّف. رقم 4 إذا كان المنوال للقيم 4 و11 و8 و2 س هو 8. كلنا عارفين إن المنوال هو أكثر القيم شيوعًا وتكرارًا. يبقى أنا عشان أجيب المنوال يبقى أنا لازمًا أشوف أكتر قيمة اتكررت وأبدأ آخُدها هي المنوال بالنسبة لي. تعالَ نشوف مع بعض كده. ال4 ال4 وال11 وال8 وال2 س. هو مين اللي اتكرر هنا يا مستر؟ بيقول لك هو ال8. خلاص يبقى المفروض ال2 س دي برضه تبقى بكام؟ ب8. طب بالعقل كده إيه الرقم اللي أحطه مكان الس وأضربه في 2 عشان يدّيني 8؟ تعالَ أمّا أسهّل عليك الموضوع، أقول لك ساوي لي ال2 س دي بال8. طب عشان أجيب قيمة الس اقسم على الاتنين، يبقى الاتنين تروح مع الاتنين يبقى الس تساوي 4. يبقى قدرت أجيب قيمة ال4 إن أنا ساويت قيمة المنوال بالمقدار اللي هو مديه لي مجهول. يبقى سهّل على نفسك الموضوع، لو سألك عن المنوال وادّاك مجهول في الس هنا، خُد الحد كلّه وساويه بقيمة المنوال يدّيك قيمة الس. السؤال الخامس أصغر عدد أولي هو. كلنا عارفين الأعداد الأولية هي 2، 3، 5، 7. طب أفهمك العدد الأولي هو إيه؟ هو العدد اللي بينضرب اللي له معاملان فقط نفسه والواحد الصحيح. يبقى العدد الأولي هو عدد
ين له عاملان نفسه وإيه، والواحد الصحيح. طب مثال يا مستر، لو جيت قُلت لك على سبيل المثال الاتنين، الاتنين دي لها عاملين، 1 و2 يعني 1 في 2 يدّيني 2. أهو بُص نفسه يعني العدد نفسه، والواحد الصحيح. طب لو جيت قُلت لك مثلًا العدد 6 له كام عامل؟ تعالَ نشوف مع بعض كده، له الاتنين في 3. طب وإيه تاني؟ والواحد في 6. يبقى أنا دلوقتي له كام عامل؟ له 4 عوامل، يبقى ده ليس أولي، أمّا ده أولي وأصغر عدد أولي هو الاتنين وكُنّا شُطّار وعارفينه. دي معلومة إضافية كده عشان ما تنساش العدد الأولي تاني. السؤال السادس، إذا كان الزوجة المُرتّب 5 و2 يحقق العلاقة. لو قال لك كلمة يحقق العلاقة وادّاك زوج مُرتّب، فدي معناها إن أنا هاعوّض مكان السين ب5 ومكان الصاد بال2، وهو اللي بيقول لك كده، هو عايز يقول لك كده. الزوج المُرتّب يحقق معناه إن السين ب5 والصاد ب2. روح زي الشاطر كده عوّضت على س زائد 2 ص تساوي ك. شيل السين وحُط قيمتها 5 وشيل الصاد وحُط قيمتها 2، يبقى زائد 2 في 2 ده بيساوي كام؟ ك. طيب عندك ال5 زائد 2 في 2 دي بكام؟ الأول الضرب يخلص الأول وبعدين الجمع. 5 زائد 4 بتساوي ك، يعني بتساوي 9، دي بتساوي إيه؟ ك. دي بالنسبة للكاف. يبقى ك تساوي 9 وس هنا كانت بتساوي 4 وده غير معرّف. السؤال التالت يقول لك اختصر لأبسط صورة. طبعًا سؤال اختصر بيتكرر كتير جدًا في الامتحانات. جذر 18 زائد جذر التكعيبي لل16 ناقص 6 على جذر 2 ناقص جذر التكعيبي ل2. تعالَ كده نقول مع بعض جذر 18 زائد جذر التكعيبي لل16 ناقص 6 على جذر ال2 ناقص جذر التكعيبي ل2. واحدة واحدة كده، ده كده باتعامل مع جذر تربيعي، فأنا باشوف ال18 عددين ضاربين في بعض بس إحداهما له جذر تربيعي، فهي 2 في كام؟ في 9 ناقص والّا زائد؟ زائد. جذر التكعيبي ال16 فأنا هاشوف عددين برضه، أحدهما له جذر تكعيبي هو 2 في كام؟ في 8 لأن ال8 لها جذر تكعيبي. طيب لقيت هنا الجذر بتاعي في المقام، فأنا لازم أبسّطه الأول في خطوة إضافية، فانزّل الأول الجذر 6 على جذر 2 واضرب الحد كلّه في جذر 2 في البسط وجذر 2 في المقام. نيجي بعد كده ناقص جذر التكعيبي للاتنين، لو لقيت العدد اللي جوّه الجذر عدد أولي فأنا مش هاجي ألمّته، عدد أولي يعني هينضرب في الواحد الصحيح. بعد كده هابدأ أصفّي، ال9 دي هي اللي هتخرج، قُلت لك إن دخول الجذر مش زي خروجه، الرقم لو هيخرج من تحت الجذر طبعًا قيمته بتقل، يبقى ال9 هتخرج بكام؟ ب3 ويتفضّل لك جذر الاتنين. طب ال8 لو هتخرج من تحت الجذر التكعيبي تخرج بكام؟ ب2 ويتفضّل لك جذر التكعيبي للاتنين. ناقص هاضرب ال6 في جذر 2 ب6 جذر 2 دي في البسط، دول هينضربوا في بعض ب6 جذر 2 على جذر 2 في جذر 2 بجذر 4 يبقى يتفضّل لك 2 ناقص ويتفضّل لك جذر التكعيبي للاتنين. هابدأ بعد كده لسه أنا في عندي الجزئية دي محتاجة تتبسط، هانزّل دي زي ما هي يبقى عندك 3 جذر 2 زائد 2 جذر التكعيبي لل2 6 على الاتنين فيها ال3 جذر الاتنين ناقص جذر التكعيبي لل2. بعد كده تيجي خطوة التجميع الحدود المتشابهة، عندك جذر تربيعي وجذر تربيعي فينجمعوا مع بعض. لو لقيت هنا عندك 3 بالموجب و3 بالسالب فطاروا مع بعضهم، وعندك 2 جذر التكعيبي لل2 ناقص جذر التكعيبي لل2، فهنفتح قوس آخد الأرقام ناقص 1 مضروب في جذر التكعيبي ل2 يبقى 2 ناقص 1 هتساوي 1 جذر تكعيبي ل2 وطبعًا لو المعامل 1 أنا مش باكتبه. يبقى تاني يا شباب لمّا بيدّيك مسألة تبسيط
طبعًا مش بيقول لك هنا استخدم الآلة الحاسبة، لإنك لو دخّلتها على الآلة الحاسبة مرّة واحدة، في الحالة دي بيدّيك ما بيدّكش درجة، فلازم أمشي خطوات. قُلنا الجذر 18 دي يعني أعمل إيه؟ يعني أبسّطه لعددين، بس إحداهما يكون له جذر تربيعي. طب جذر تكعيبي برضه عددين، بس إحداهما له جذر تكعيبي، يعني ال8 الجذر التكعيبي ليها 2. طيب لو لقيت بسط ومقام، في الحالة دي باضرب في الجذر بتاع المقام بسطًا ومقامًا، وبعد كده باكمّل مسألتي، أخرّج الرقم اللي هيخرج، ال9 خرجت ب3 وال8 خرجت ب2 وصفّيت دي وبعدين صفّيت دي وجمّعت المتشابه. أتمنى يكون مفهوم يا شباب. نيجي للسؤال باء. السؤال باء سؤال الفترات، طبعًا سؤال فترات لازم في كل امتحان. نشوف مع بعض كده يا حبايبي. إزاي باحل سؤال فترات ولازم تكون شاطر فيه؟ لإنه بيتكرر على طول في الامتحانات. بيقول لك إذا كانت س -2 و2 فترة مغلقة وص 0 و4 أوجد مستعينًا بخط الأعداد. طيب بدايةً كده لازمًا تكون رسمتك منسقة وشكلها حلو عشان تعرف تجاوبني عليها صح. أبدأ أعمل خط أعداد، وأقول له ده من ما لا نهاية لسالب ما لا نهاية. هنا الصفر، الأرقام على اليمين 1، 2، 3، 4، 5، طبعًا الخط ده ممتد شوية كده، 6، 7 إلى ما لا نهاية. طيب وعلى الشمال -1، -2، -3، -4 إلى سالب ما لا نهاية. هابدأ بعد كده أمثّل السين فوق الخط والصاد تحت الخط على خط واحد الاتنين. السين من -2 ل2 من -2 هنا أبدأ أعمل دايرة لحد الاتنين موجب وأبدأ أوصّل بينهم. أوصّل بينهم تاني وأظلّل كده بخطوط يبقى أعرفوا بس الحتّة ديّة معايا. طيب أسأل نفسي بعد كده -2 وال2 الأقواس بتاعتهم مُغلقة، يبقى أنا هاقفل هنا وهاقفل هنا. يبقى أنا كده معايا الجزئية دي كده من أول -2 لحد الاتنين، دي مين؟ دي السين. طيب نيجي للصاد من 0 ل4، فأبدأ أظلّل من عند الصفر، من عند الصفر هنا كده لحد ال4. نشوف لون تاني بس معلش، وأبدأ أوصّل بينهم وأظلّل الكلام ده. طيب بعد كده الصفر مُغلق، أمّا ال4 مفتوحة، هاسيبها مفتوحة زي ما هي. نيجي بعد كده بقى للحاجات اللي طلبها منّي، بيقول لي أنا عايز س تقاطع ص، س تقاطع ص. تعالَ يا شباب أفهمك يعني إيه س تقاطع ص. التقاطع ده يعني المُقرّر في المجموعة في الفترة الأولى والفترة التانية. طب على الرسمة يا مستر يعني اللي اترسم فوق الخط وتحت الخط. لو خدت بالك النقطتين اللي في النُص الرسمة أنت عندك 4 نُقط، خُد معايا ركّز معايا كده، 4 نُقط دايمًا في كل رسمة، 1، 2، 3، 4. عايزك تركّز على النقطتين اللي في النُص، هم دول التقاطع بالنسبة لي، اللي بينهم هو التقاطع. يبقى النقطتين اللي في النُص دايمًا لو خدت بالك الحتّة الأسمر والحتّة الأخضر هم الاتنين مشتركين فوق وتحت، أمّا الحتّة السمرا اللي على الحرف هنا ما فيش حاجة تحتها، فده ما ينفعش يكون مُكرّر، والحتّة الخضرا اللي تحت هنا ما فيش حاجة فوقها، فده مش مُكرّر. يبقى التقاطع عندي من أول الصفر لحد كام؟ ال2. طيب أقفل والّا أفتح يا مستر؟ لو خدت بالك الاتنين مُغلقين، ففي الحالة ديّة نقفل لإنها معناها إن هي موجودة فوق وموجودة تحت. طيب نيجي للاتحاد هي عكس التقاطع. التقاطع قُلت لك بُص على النقطتين اللي في النُص وخُد اللي بينهم، أمّا الاتحاد بُص على النقطتين اللي في الحرف البداية والنهاية وخُدهم كلّهم، ما بينهم كلّهم، والمُغلق يبقى مُغلق والمفتوح بيكون مفتوح. في الحالة دي هاقول له الاتحاد من -2 لحد ال4 وال4 مفتوحة، أمّا -2 مُغلقة. يبقى التقاطع والاتحاد عكس بعض. التقاطع هو الجزء المشترك اللي في النُص،
أما الاتحاد هي كل الرسمة، اتحاد يعني أنا عايز كل اللي موجود في المجموعة الأولى والمجموعة التانية أو الفترة الأولى والفترة التانية، يعني باخد من بداية الرسمة لنهاية الرسمة، والمغلق بيكون مغلق والمفتوح بيكون إيه؟ مفتوح. نيجي بعد كده للفرق. السؤال التالت س ناقص ص، يعني اللي اتوجد في س أو اللي اترسم في س وما اترسمش في ص. طيب يعني أنا عايز اللي اترسم فوق وما فيش حاجة اترسمت تحت منه. حدد جزء التقاطع وخد الجزء اللي فاضل في السين. جزء التقاطع أنا حددته لك قبل كده الجزء ده. طيب يبقى خد الجزء اللي فاضل في السين، السين هي دي يعني اللي فوق، يعني عايز الحتة دي بس. يعني من -2 لحد كام؟ لحد صفر. فتقول لي من -2 لصفر، يبقى أقول له من -2 لحد المجموعة صفر، بس لو خدت بالك إن الصفر موجود فوق وتحت لأنه مغلق فافتحه. في حالة الفرق لو كانت النقطة مشتركة فوق وتحت فأنا بافتحها. أتمنى تكون الفترات مفهومة لأنه سؤال أكيد جاي لك إن شاء الله. طيب يا شباب السؤال اللي بعده بيقول لك إيه؟ أوجد في ح مجموعة حل المتباينة. لما يطلب منك في ح مجموعة حل المتباينة بيديك يا إما متباينة طرف واحد أو طرفين. تعال نشوف هنا بيقول لك المتباينة بتاعتك 3 س زائد 5 أقل من 11. طب هاعمل إيه؟ أنت عندك طريقتين للحل، يا إما تقسمها 2 أو إن حضرتك هتعمل زي ما هاقول لك كده. المتباينة معاك -1 أقل من 3 س أقل من 3 س زائد 5 أقل من كام؟ 11. طيب ركّز بقى معايا شوف هنعمل إيه. أنا عايز أخلّي السين لوحديها، هو عايز يجيب مجموعة الحل يعني عايز يحصل على س، يبقى أنا كده وظيفتي إن أنا المكان ده أشيل ال5 دي وأشيل ال3 دي. ناخدهم خطوة، خطوة. بدايةً بنتخلّص من الرقم اللي مجموع أو مطروح من السين. يبقى تاني، بدايةً هاتخلّص من الرقم اللي مطروح أو مجموع على مين؟ على السين. طب هنا لو خدت بالك مجموعه 5 فأنا هاقول له إيه؟ بإضافة -5 للطرفين، بإضافة في الجنب كده، بإضافة -5 للطرفين. طب ما تيجي أعلّمك طريقة أحسن، شايف ال5 دي لو هنا موجب حُطّها هنا -5، هنا موجب حُطّها هنا -5. طيب -5 -1 دي -6، جمعت دول بسالب 6. و3 س زائد 5 أنا خلاص ودّيت دي الناحية دي ودّيتها الناحية دي فتتشال من هنا. فيتفضّل لك 3 س أقل من 11 ناقص 5 برضه كام؟ 6. لسه محتاج أتخلّص من مين؟ من ال3 اللي مضروبة في السين فأنا هاقسم عليها. كل حاجة باعمل عكسها يا شباب، لو كانت موجب 5 فأنا طرحت -5، لمّا كانت السين مضروبة في 3 قسمت على ال3 في الأطراف كلها، فاقول له برّه كده بالقسمة على 3. فالناتج بتاعك -6 على ال3 فيها -2 والعلامة تنزل زي ما هي. ال3 راحت مع ال3 اتفضل لك الس. 6 على ال3 فيها ال2، يبقى أنا كده قدرت أوصل للس زي ما قُلت لك من شوية، إن الس أكبر من -2 وأقل من الاتنين. الس أكبر من -2 وأقل من الاتنين. طيب يقول لك مثّلها على خط الأعداد، بسيطة جدًا. تيجي نحوّل دي لفترة. عشان أحوّلها لفترة فأنا باخد من -2 لحد ال2 وأشوف هل العلامة التباين فيها يساوي والّا لأ، فما فيش فيها فبافتح. طب أنا عايز أمثّلها على خط الأعداد، هاقول له بسيطة يا مستر. لمّا آجي أمثّلها على خط أعداد وأبدأ أقول هنا ما لا نهاية، هنا سالب ما لا نهاية. 0، 1، 2، 3، -1، -2، -3. هو عايز يمثّل من أول -2 لحد ال2، وأبدأ بعد كده أوصّل بينهم وأسيب الدواير مفتوحة لإن الفترات مالها مفتوحة بالنسبة لي. لمّا تحل كده وبنفس النظام ده تاخد درجتك كاملة إن شاء الله. نيجي بعد كده للسؤال باء. السؤال باء اللي هو سؤال المترافقات. بيقول لي إذا كانت س بجذر 5 زائد 2
وصاد 3 على جذر 5 زائد 2. أوجد قيمة س زائد ص وس على س ص ناقص 1. عشان أبدأ أجيب قيمة المقدار ده فأنا لازم أبسط السين والصاد. تعالى ناخدهم واحدة واحدة. لو بصيت على السين هتلاقي جذر 5 زائد جذر 2، ودي أصلا متبسطة لأن المقام بالنسبة لي عدد صحيح اللي هو كام؟ 1. فنيجي للصاد. الصاد بتساوي 3 على جذر 5 زائد جذر 2. عشان أبسط الصاد دي فأنا هضرب في المرافق في المقام. مرافق المقام يعني نفس العدد المقام بس أغير إشارة اللي في النص. جذر 5 ناقص جذر 2 وفوق جذر 5 ناقص جذر 2. تعالى معلمك طريقة جميلة جدا ومش هننساها أبدا في إزاي تضرب المترافقات. البسط دايما هينزل زي ما هو، يعني هنزل التلاتة أقول له 3 وأنزل الفي وأحط المقدار اللي فاضل في قوس جذر 5 ناقص جذر 2. نيجي للمقام. الجذر 5 ينضرب في نفسه بجذر 25 فقيمته 5، وجذر الاتنين ينضرب في نفسه يبقى جذر 4 فقيمته ب2، والموجب في السالب يديني سالب. دايما بتكون الإشارة في النص سالب. نيجي بعد كده في نفس الخطوة دي ما تعيدش خطوات تاني، هي 5 ناقص 2 كام؟ 3. طب ما التلاتة في زيها في البسط فطارت، فيتفضل لك إن الصاد بتساوي جذر 5 ناقص جذر 2. كده أنا جبت قيمة الصاد ومعايا قيمة السين. أشوف بعد كده هو عايز يجيب من س زائد صاد على س صاد ناقص 1. تعال نعوض. كل اللي عليك إنك تعوض بس صحيح. السين هتشيلها وتحط قيمتها اللي هي جذر 5 زائد جذر 2 زائد صاد جذر 5 ناقص جذر 2. نيجي للمقام. س هي جذر 5 زائد جذر 2 مضروبة في جذر 5 ناقص جذر 2. ده كله مطروح منه واحد صحيح. تعال نشوف البسط هيساوي كام والمقام يساوي كام. لما باجي أجمع عدد زائد مرافقه كلنا عارفين الملحوظة دي، 2 ضعف الأول. أي عدد زائد مرافقه باخد 2 من ضعف العدد الأولاني اللي هو جذر 5. طيب ما تيجي نثبت الكلام ده يا مستر. فأقول لك إن لو جيت جمعت جذر 5 زائد جذر 5 هي 2 جذر 5، ولو جيت جمعت موجب جذر 2 زائد سالب جذر 2 فيطيروا مع بعض. فعشان كده قلت لك حط 2 ضعف الأول. طب لما بتيجي تضرب عدد في مرافقه أنت أصلا ضربتها فوق كانت بكام؟ ب3. فتعالى نعيدها تاني. جذر 5 في جذر 5 ب5، وجذر 2 في جذر 2 ب2 وبينهم ناقص. طبعا ده كله لسه في عندي ناقص 1، فابدأ أجيب القيمة. 2 جذر 5 في البسط و5 ناقص 2 3، 3 ناقص 1 2، الاتنين اللي في البسط تطير مع الاتنين في المقام فيتفضل لك قيمة المقدار ده كله جذر 5. أتمنى يا شباب تكون مفهومة. سؤال مضمون في الامتحانات وعلى طول بيحب يجيبه كتير كتير كتير. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي اسطوانة دائرية قائمة حجمها، لسه قايل لك من شوية في أسئلة الاختيارات لو قال لك الشكل أهو اسطوانة دائرية قائمة، راح ذاكر لك إيه هنا؟ حجمها بكام؟ ب27 باي. تروح زي الشاطر على طول تفتكر قانون حجم الاسطوانة. حجم الاسطوانة قلنا قبل كده مع بعض إن هو باي نق تربيع في مين؟ في عين. خلاص زي ما كتبت القانون اكتب القيمة اللي اديها لك 27 باي. تعالى أقول لك بقى حاجة حلوة. الباي تقول للباي باي باي، الباي هتقول للباي باي باي، يبقى كده خلصنا منها الحمد لله. يبقى مسألتي دلوقتي فاضل فيها النق تربيع وعين تساوي كام؟ 27. تعال نكمل قراية سؤالنا. وارتفاعها يساوي طول نصف قطرها. يعني ايه يا مستر؟ بيقول لك ان الارتفاع اللي هو عين بيساوي نق
يعني ع بتساوي ارتفاعها يساوي طول نصف قطرها. قاعدتها احسب مين؟ الارتفاع. أقول له بسيطة، أنت عايز تجيب الارتفاع؟ خلاص تعالى نشيل النق ونحط قيمتها بعين. النق دي هي عين والعين هي نق، يبقى بسيطة. فوق في العلاقة اللي هي رقم 1 دي هنشيل النق ونحط مكانها كام؟ عين. يبقى أقول له عين أس 2 في عين دي تساوي كام؟ 27. يبقى أقول له عين أس 2 في عين أس 1، فدي بتساوي العين أس كام؟ 3، يعني بتساوي 27. عشان أجيب قيمة العين بس فاخد لها مين؟ الجذر التكعيبي. شطار. يبقى العين بتاعت حضرتك هتساوي كام؟ 3. برافو. يبقى أنا كده قدرت أجيب قيمة العين. طيب هو كان طالب حاجة تانية غير العين؟ لا يا مستر. طب ممكن يطلب مني حاجة تانية؟ ممكن يقول لك أنا عايز المساحة الجانبية بتاعة الأسطوانة، عايز أجيب المساحة الكلية. ما دام معاك العين ومعاك النق تعرف تجيب أي حاجة. نيجي للسؤال الأخير يا شباب، نشوف بيقول إيه. السؤال الأخير يا شباب، الجدول الآتي يبين درجات مجموعة مكونة من 50 طالب في مادة الرياضيات. طيب دايما السؤال ده بيتكرر كتير جدا في الامتحانات، بيحب يجيبه دايما في الامتحانات، إن هو بيسألك على الوسط الحسابي. يقول لك هنا الجدول ده قيم المجموعات اهيت، الدرجات بتاعة الطلاب وعدد الطلاب. تعال نوضح الجدول ده عشان نفهم معنى الوسط الحسابي للقيم دي، ويعني ايه الشرطة دي. 10 دي معناها إلى وليس ناقص. من 10 إلى 20 كانت الدرجات من 10 درجات لحد 20 درجة كان في 9 طلاب جايبين. طيب و12 طالب كانوا جايبين من بين 20 لحد 30، دي معناها. و15 طالب من 30 لحد 40 وهكذا. فأنا عشان أجيب الوسط الحسابي اتفقت معاكم قبل كده إن أنا بكون جدول من 4 خانات. المجموعات اللي هي عندي دي اللي هي الدرجات بتاعة الطلاب 10 ل 20 ل 30 ل 40 ل 50. طيب ما هو أنا في بين 10 لحد 20 في أرقام كتير، فأنا بجيب حاجة اسمها مركز المجموعة. مركز المجموعة باجيبها إزاي؟ إن أنا باجمع البداية بتاعة المجموعة والنهاية وأقسمها على 2. يعني إيه يا مستر؟ يعني أقول لك مركز المجموعة لمجموعة واحدة أهيّة، عشان اللي مش عارف بتيجي إزاي، باجمع ال10 دي أقول له 10 زائد 20 وأقسم على ال2 فتدّيك 30 على ال2 تدّيك كام؟ 15. يبقى كده عندي 15. ممكن بقى تسهّل على نفسك الموضوع شوية، وبدل ما تجيب المجموعات لكُلّه، فأنت تشوف مقدار الإزاحة بتاعة كل مرّة كام وتزوّد لي على دي. ال10 بقت 20 زوّد 10، زوّد لي على 10 على ال15 يبقى 25، 35، 45، 55. نجيب التكرار. التكرار هو عدد الطلاب بالنسبة لي اللي هو ال9 وال12 وال15 وال8 وال6. طيب الميم في كاف يعني مركز المجموعة بنرمز له ميم والتكرار بنرمز له بكاف، فابدأ أضرب الجدولين دول في بعض. طيب 9 في 15 طبعًا شغّل معاك آلة حاسبة يبقى 135، 25 في 12 دي 300، 35 في 15 500، 25، 45 في 8 360، 55 في 6 330. هابدأ أجيب مجموع م في ك، أقول دي خانة المجموع تحت كده، دول لمّا أجمّعهم آلة حاسبة 135 زائد 300 آدي 435 زائد 525 زائد 360 زائد 330 هيبقى 1650. طب التكرار ممكن يدّوا لك مجموع أو أنت تجمعه، لمّا أجمع دول كده هيدّيك 50. طب يا مستر أنا بعد ما أجيب الكلام ده كله، إزاي أجيب الوسط الحسابي؟ أقول لك الوسط الحسابي يساوي مجموع م في ك اللي هو مجموع المركز في التكرارات على مجموع ك. تعال نطبّق بالأرقام. أقول له يساوي م في ك هو 1650 على كام؟ على 50.
فنطلّع القيمة هتلاقيها تقريبًا 33. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الامتحان بتاعنا، أتمنى نكون استفدنا، وما تنساش تشترك في القناة وتفعّل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وأهم حاجة طبعًا اللايك والشير بين زمايلك عشان إن شاء الله نستمر وندّيكم كل جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.